الناس اللي ما تعرفش ليه مصر ام الدنيا واخوال العرب، تعالوا اعرفكم. احنا مش بنقول مصر ام الدنيا جدعانه مننا، لا، احنا بنقول مصر ام الدنيا لان هي فعلا مفيش حد احتضن كل العالم ولا ساعده غير زي مصر. مثلا من ايام الفراعنه لما حصل 7 سنين الجفاف، مين اللي اكل العالم كله 7 سنين؟ مصر. سياده الرئيس حسني مبارك لما بعت القوات المصريه للكويت وحرروه وحرروا الغزو بتاعهم، مين اللي عمل كده؟ مين لما حصلت المشكلة في السودان بعتت قوات الطيران بتاعته، ضرب قوات الدعم السريع اللي هي قوات غير منظمة وكانت بتقتل أهالينا في السودان، وحرر السودان من قوات الدعم السريع. وقلنا طيران مجهول ما يعرفش مصدره ايه، بس كلنا عارفين مصدر الطيران اللي ضرب قوات الدعم السريع ورجع الحكم للحكومة الشرعية السودانية. معروف طبعا مين. ومين اللي فتح بابه للاجئين واحتضن اللاجئين وعاملهم معاملة ولاد البلد؟ مين الدولة اللي دخلت أكتر من 15 مليون لاجئ في عز ما البلد دي كانت محتاجة كل جنيه؟ محتاجة كل جنيه. مصر طلعت من إرهاب وثورة وهم وقرف وعوث، والحمد لله ربنا خرجنا منه كله بفضل سيادة القائد الجنرال قائد الشرق الأوسط عبد الفتاح السيسي. وتيجي تقول لي مصر مش أم الدنيا؟ مين اللي دخل السوريين مصر وعاملهم معاملة ولاد البلد وملكهم، خلاهم صحاب أملاك وفتحوا محلات وتاجروا واشتغلوا، ربنا كرمهم رزقهم آخر رزق؟ مين اللي احتضن القضية الفلسطينية من 70 سنة لغاية النهاردة غير الدولة المصرية؟ وعمالة بتنازع من أيام حسني مبارك لغاية سيادة الجنرال عبد الفتاح السيسي. يا جماعة مصر مش أم الدنيا كده جدعنة ولا حاجة، ده انت كل يوم تزداد فخر ان انت من الدولة دي. اقسم بالله العظيم 3، الناس تتشرف ان هي تنتمي ليها، مش احنا اللي ننتمي ليهم. ليه مصر بقى اخوال العرب برضو مش جدعانة مننا ولا حاجة؟ لا، ده عشان سيدنا اسماعيل ابو العرب اتجوز السيدة هاجر المصرية وخلف منها وطلع نسل العرب، فبالتالي احنا اخوال العرب ورسمي احنا اخوال العرب. ده غير ان السيدة زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت يا اهل مصر نصرتمونا نصركم الله، واعنتونا اعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج. عرفتوا ليه بقى مصر ام الدنيا؟ مش ام الدنيا جدعانة مننا، لا، احنا ام الدنيا واخوال العرب فعلا. وقسما بالله انا كل يوم بزداد فخر اللي انا مصري.